نتابع تغطيتنا متابعينا مشاهدينا في قناة عين المشاهد وأصداء المباراة النهائية لبطولة الصخرة التنشيطية هنا على أرضية هذا الملعب. مدرب فريق الريان الأستاذ بكري عبد الله، نرحب فيك أولا عبر قناة عين المشاهد. نقول لكم قدمتم مباراة كبيرة، في النهاية لا خاسر فيما بينكم وبين أشقائكم فريق الغراف. أول شيء أشكر منظمين البطولة على رأسهم الأستاذ جمولة. البطولة كانت حلوة، مشاركتنا يعني ثاني مشاركة لنا، الحمد لله أن وصلنا للنهائي أو النهائي لنا يعني يعتبر بعد انقطاع. الشوط الأول اللي شاهد المباراة كان فريق الريان أقوى، كان فريق الريان أقرب للمرمى، أقرب حتى على مستوى الفرص كنتم أقرب. هل كان بالإمكان حسم المباراة في الأشواط الأصلية قبل ذهابها إلى ركلات الترجيح؟ ايوه كان بالامكان، بس الحمد لله على كل حال. يقول لك في الكوره اذا ما سجلت يسجل عليك، ونحن ما قدرنا نسجل ولا هم قدروا يسجلوا. بس الحارس ما شاء الله عندهم حارس ما شاء الله متمكن، يعني الكوره ذيك ما شاء الله قدر يطلعها. حتى انا قلت انه هدف، خلاص قلبت انه هدف، لكن ما ادري كيف جاب. الحمد لله على كل حال. حارس الريان الحارس اللي نال افضل حارس في البطوله، اسم شاب، ايضا قدم نفسه كأداء ممتاز في هذا اليوم. ماذا تقول له؟ وهو أضاع آخر ركلة، ربما هو كلاعب شاب ربما تشكل لها شيء سلبي، لكن كمدرب أكيد لك كلمة. صراحة الكابتن سعيد صراحة من أفضل اللعيبة اللي أنا أعتمد عليهم، يعني هو كابتن الفريق في الأكاديمية، وما شاء الله قدر يعني إيش أخذ الأفضلية إنه إيش يحرز حتى الفريق الأول، وما شاء الله يعني هو عنده خبرة، يعني لعب بطولات كثيرة، يعني عنده خبرة، يعني يقدر يطلع من الجو هذا. صح بيهزم في المباراة، هو كان يحب النش يفوز الفريق، لكن الحمد لله على كل حال الآدم يضيع، هو مشكلة حيعوض إن شاء الله البطولات الجاية، وهو ما شاء الله قد عوض الأكاديمية وجاب بطولات يعني. أخيرا أستاذ بكري، نشاهد فرق الجامعة تتوهج في بطولة رابطة فرق الأحياء ابتداء بالسلام مرورا بسانتوس، التعاون، الفرق التضامن. هل سنشاهد في قادم الأيام فريقكم الريان ينضم إلى رابطة فرق الأحياء، أم ستكتفون بالمشاركة في مثل هذه البطولات؟ شوف الرابطة ترى في الخطة اللي نحن حاطينها حندخل الرابطة، بس ايش الرابطة تعرف يبغى له إمكانيات وإعداد زي الناس، ولازم لعيبة وعتاد زي الناس عشان تقدر تجابه الفرقة الثانية، لكن نحن نخش في البطولات اللي زي كذا عشان نقدر نجهز نفسنا، والرابطة ترى نحن حاطينها في البال، إن شاء الله في الرابطة حندخل إن شاء الله. شكرا لك أستاذ بكري، هارد لكم مرة أخرى، نلتقي فيكم في قادم الأيام. يعطيك ألف عافية، ما قصرت. شكرا.